السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نهاركم مبروك. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الخدمة ديال هاد الكورميط هادي ديال الأولاد، أو هاد البراسلي ديال الأولاد. كيف ما كنشوفوا الإخوان، أول مرحلة غادي نقوم بها فغادي نجيب هاد القيطان في الأسود والعقيق في الأسود. كيف ما كنشوفوا الإخوان، أول مرحلة نقوم بها غادي نثبت يعني واحد جوج ديال القيطانات بهاد الطريقة في هاد الأداة هادي، وغادي ندير هاد العقدة الأولى بحال ما هكا، وغادي نبدا خدام بهاد الطريقة. وبالنسبة بعض الإخوة سولوني على هاد السيبورة، علاش أنا خدام هاد السيبورة بإمكان يعني أي واحد يصوبها عند النجار. راها يعني كتكبر وكتصغر، يعني كيتزاد فيها الحجم، يعني كتوصل حتى لنص مترو. كيف ما كنشوفوا يعني راه فيها هذاك السارود ديالها. أي واحد يعني يمكن له مثلا يكرف أو يعني يرخف على حسب. كيف ما كنشوفوا الاخوان، من بعد ما غادي نخدم واحد جوج ديال السنتيم يعني ديال هاد الكورميط ديال الفيات او ديال الزيكزاك بهاد الطريقه هادي، غادي نجيب الحقيقه الاولى وغادي نبقى خدام عليها بهاد الطريقه هادي. وغادي نخدم يعني من مورا الحقيقه قد العبار اللي راني خدمت في الاول، وغادي نجيب الحقيقه الثانيه بهاد الطريقه هادي. وفي الوقت اللي غادي نديرو ديك العقده على العقيقه، نحاولوا ما نزيروش بزاف يعني باش ما تكرفش لنا يعني ديك العقيقه وتولي طالعه الفوق. انا غير يوصل يعني داك القيطان صافي وننتقلوا يعني العقدة الثانية، ونبقاو غادي خدامين بهذه الطريقة هذه. كيف ما كنشوفوا طالعة زوينة، بالخصوص مثلا اللون في اللون. صافي بهذه الطريقة العقيقة الثالثة ونعقدو ثاني حتى نخدمو يعني القياس اللي غادي نحتاجو في هاد البراسلي هذا. هاد البراسلي الاخوان راه كيجي زوين، راه من بعد في الاخير غادي نجربو على ايدي وغادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش طالع. بالنسبة للوان راه كل واحد يعني يقدر يختار اللون، غير هو أنا فضلت نخدمو في هذا اللون هذا الأسود أو الكحل. بالنسبة لأن ديال الولاد فضلت يعني يكون في الكحل، لأن أغلبية كيكون يعني في الكحل. صافي بهذه الطريقة هذه يعني نخدمو دابا واحد القدر ونجيبو الحقيقة الثانية أو الثالثة. كيف ما كنشوفو بهذه الطريقة هذه. دابا غادي ننتقلو يعني هذه هي الحقيقة دابا الخامسة بهذه الطريقة. صافي نبقاو غادي نعاودو ونركزو على واحد القضية الإخوان، دائما هاد الزواقة هادي ديال هاد الزيكزاك، دائما القطاع اللي كيكون من الفوق هو اللي كيسبق من التحت، لأن هاد الخدمة ديال هاد الزيكزاك هذا مهمة، لأن إلا خسرات يعني قلبنا على دوك القيطانات فراه غادي تخسرنا ديك الزواقة وما غاديش تبقى يعني كيف ما بغيناها. صافي ونبقاو غادي خدامين بهاد الطريقة هادي، العقدة الأولى الثانية الثالثة، ونبقاو غادي خدامين. يعني غير نحاولوا يعني نخدموا نفس العبار ما بين العقيقة والعقيقة، ما نحاولوا من يعني ما نفوتوش داك القياس بيناتهم باش تبقى لنا يعني الديكور ديالها غادي زوين، لأن إلا تبعدت ما غاديش تبقى عاطية الديكور ديالها. صافي بهذه الطريقة هذه. والعقيقة دابا الأخرى غادي نجيبها حتى هي، ندير العقدة الأولى، العقدة الثانية، العقدة الثالثة، ونبقى غادي. بالنسبة دابا هاد القيطان باش أنا خدام دابا كنعقد، نحاولوا يعني يكون شوية طويل، يعني مثلا نقدروا نديروا واحد المتر ولا هكاك في كل جهة باش ما يخصناش. وهذه هي النتيجة النهائية كيف ما كنشوفوا الشكل ديالها كيفاش طالع. من بعد ما صوبت ليها السارود ديالها يعني كترخف وكتعقب تجمع، درت لها واحد العقيقات لتحت باش يعطيها الديكور هذا. وراه كيف ما كنشوفوا دابا جربت على يدي، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. ونخلي لكم يعني الرأي ديالكم في هاد الكورميط هذه، يعني اعطوني الرأي ديالكم كيفاش جات، واش هي زوينة أو لا. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. بالنسبه للسيبور اللي سولوني على، يعني راه بامكان اي واحد يعني يخدمها عند النجار. هذا الشيء اللي كان، والسلام عليكم ورحمه الله.